ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نركب ونقفل القفل بتاع الاكسسوارات. طيب احنا اول حاجة بنفكر فيها ان احنا عايزين نعمل ايه، مثلا زي سلسلة او غويشة. انا دلوقتي هعمل سلسلة، تمام. هقولكم بس على حاجة كده علشان نوفر في الخيط او ما نهدرش فيه. احنا مش هنقطع الخيط كده على طول ونعمل الحاجة اللي احنا عايزينها، لا احنا مش هنعمل كده. احنا هنسيب الخيط في البكرة بتاعة الخيط، وهنحط الخرز او الرابر ايا كان هنحط ايه، ونحط بقى ونبقى بعد كده نقطع لما نخلص. بس نسيب حتة صغيرة من الناحيتين علشان نركب القفل، علشان يعني ايه ما نهدرش الخيط، علشان ما نعملش مثلا حاجة ويبقى لما نيجي نقص الخيط يبقى متبقي خيط، بتبقى الحتة ولا منها نعمل منها حاجة، وبتبقى كده خلاص قطعة الخيط اترمت. وكل بقى ما نعمل حاجة هنقعد نرمي حتة في حتة في حتة، فيجمع معانا كتير، وده كده هيبقى اهدار. فالحركة دي يعني بتوفر شوية او بتقلل من اهدار الخيط. دي اسمها ستوبر، ديت اللي بنحطها علشان تقفل، علشان الخرز يعني ما يقعش. بنحطها في الخيط وبنربط ربطة كده صغيرة، بتكون الربطة فيها زي وسع شوية، فبندخل الخيط فيها تاني في الحتة الواسعة دي. هنفهم في الفيديو اكتر يعني لما نشوف مع بعض. بنقفلها بس عشان الربطة تكون قافلة كويس جدا. بنعمل الربطة ازاي؟ بنعمل كده زي دورية وندخل فيها الخيط زي ما بنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو، وبعدين هنربط، وبعدين هنلاقي زي فتحة كده في الربطة اللي عملناها، هندخل فيها الخيط بس كده. يمكن هنا مش واضحة شوية قوي واحنا بندخل الخيط للمرة التانية، بس احنا بنعمل الاستوبر ده في الناحيتين. لما اجي اعمل الناحية التانية هتكون الكاميرا اوضح اكتر. بس وبعد بقى ما نعمل الاستوبر هنقص الخيط الزيادة، هتكون بقى حتة صغيرة، وبعدين هنقطع بقى الخيط خلاص من البقرة. بصوا زي ما قلت لكم اهو، بنحاول ان احنا ما نهدرش في الخيط. بس وبعدين هركب اهو الستوبر بالطريقه اهو زي ما انتم شايفينها. عملت دوريه وعملت ربطه، وديت بدخل الخيط اهو تاني للمره التانية في الحته الواسعه اللي في الربطه، بدخل الخيط فيه تاني للمره التانية اهو، وهشد كويس بس عشان تبقى الربطه كويسه. وهقطع، بصوا حته صغيره اللي اتبقت مني كده، احنا مش هنهدر في الخيط الى حد ما. بعد كده بقى دلوقتي احنا قفلنا من الناحيتين، هنبدأ نعمل مع بعض او نركب مع بعض بقى اللي هما الدواير ديت والقفل. الدواير ديت براحتكم خالص، نحط منها الكمية اللي احنا عايزينها. بس الميزة بقى في الدواير ان احنا ممكن نخلي السلسلة واسعة ضيقة براحتنا. فانا بحب احط كمية كبيرة علشان خاطر لو عايزة البس السلسلة بطريقة واسعة، لو عايزة البسها بطريقة ضيقة، وهكذا. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ الدواير ديت بتكون مقفولة، فاحنا بنفتحها باللي هي بالكماشة ديت، وهتكون ممكن تكون صعبة شوية في الفتح. فاسهل طريقة بالنسبة لي ان انا كنت بجيب مثلا فوطة كده وبمسك حتة ناحية، بشد لقدام بالفوطة، والناحية التانية بالكماشة ديت بنشد عكس عكاس يعني، بزق كده من ناحية الفوطة لقدام والكماشة لورا، هتلاقوها فتحت معاكم. وهندخل فيها الدايرة اللي بعد كده ونبدأ ان احنا نقفل. وبعدين في دايرة هنحط فيها بقى القفل، وفي دايرة تانية هندخل كده، هندخلها في الاستوبر زي ما احنا ما شايفين. يعني زي ما انتم ما شايفين الترتيب، فاهمين قصدي؟ اول حاجة بندخل دايرة مفتوحة في الاستوبر، ونحط فيه مثلا دايرتين، وطبعا بنقفلهم بقى وبنحط ايه، القفل بس كده. والناحية التانية بنفضل بقى نحط دواير 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 الكمية اللي احنا عايزينها. انا بحب احط كمية كبيرة عشان خاطر ما يبقاش الخرز كتير قوي في رقبتي، وفي نفس الوقت لو عايزة البس السلسلة بطريقة ضيقة بطريقة واسعة، يعني دي ميزة حلوة.
بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويعني قدرت احاول على قد ما اقدر ان ابسط الدنيا. وبجد اصلا الحوار ممتع جدا. هو يبان ان هو ممكن يكون صعب، بس هو مش صعب خالص، بجد الحوار ممتع ممتع جدا. يا رب تكونوا قدرتوا تفهموا، وبجد انا حاولت قوي قوي على قد ما اقدر ان انا ابسط الدنيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لو سمحت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.